اهلا بيكم في فيديو جديد مهم جدا. لو انت بتروح الجيم هنتكلم النهارده عن اكبر حاجه بتواجهكم لما بتروح الجيم، وهي اكل ايه عشان اوفر احتياجي من البروتين بكل سهوله. هحاول بقدر الامكان اني اجمع لكم كل حاجه عن البروتين، وكمان 15 مصدر ممكن تاخد منهم البروتين بدون مكملات. هتعرف كل حاجه ممكن تعوزها في الفيديو ده. تابع معايا ويلا بينا نبدا. عاوز تعمل دايت صحي ويكون ليك لايف ستايل صحي، طيب لازم تعرف ايه اللي جسمك بيحتاجه. يعني لازم تعرف كل انواع الاكل. من اهم الانواع اللي جسمك بيحتاجها من المصادر هي البروتين. طبعا برضو جسمك بيحتاج الكربوهيدرات والدهون الصحيه والفيتامينات، لان كل عنصر وليه اهميه كبيره انت مش متخيلها، فما ينفعش تستهتر باي عنصر. وهحاول اني اشرح لكم كل عنصر، بس هخلي كل عنصر في فيديو لوحده عشان الفيديو ما يطولش معاك. طيب البروتين بيساعدني على ايه؟ بيساعد في زيادة العضلات، وبيحافظ على الغضاريف والجلد والشعر والضوافر. وطبعا اهم جزء احنا بنحتاجه عشان بنروح الجيم ان البروتين بيصلح الانسجة اللي اتقطعت في الجيم. يعني على سبيل المثال انت بتروح الجيم وبتحاول ان انت تتمرن على قد ما تقدر وتقطع اكبر عدد من الالياف عشان العضلة تكبر، وبتحاول ان انت تزود حمل التدريب واحدة واحدة. وطبعا ده بينتج عنه ان انت عضلاتك في منها الياف بتتقطع، ولما بتروح البيت وتقعد تاكل انت كده بيبدأ ان انت يحصل لك استشفاء عضلي، فبالتالي بيحصل بناء للأنسجة اللي اتقطعت في التمرين من خلال البروتين. وبعد كده بيبدأ العضلة بتزيد واحدة واحدة بالتدريج، بس طبعا مش من أول أسبوع تمرين. وإن أنت تبني جسمك الموضوع بيحتاج وقت ومجهود وتعب. اوعى تفكر إن الموضوع سهل، الموضوع بيحتاج استمرارية وتركيز. يعني لو أنت عامل نظام التدريب ومخطط الشدة والحجم للتمرين صح ونظام تغذية مناسب، هتوصل في 3 شهور لتغيير كبير يرضيك. وممكن تريح دماغك وتبعت لي على الأكاونت اللي هيظهر على الشاشة واسأل على الأونلاين كوتشنج، وهبعت لك كل التفاصيل في اسرع وقت. وكمان البروتين بيعمل على استجابة الجهاز المناعي، بمعنى ان الاجسام المضادة اللي بتدافع عن جسمك من الامراض هي عبارة عن بروتين، والجهاز المناعي هو اللي بيصنعها. برضو البروتين بيساعد في توزيع الاكسجين، يعني بيوزع الاكسجين في مختلف اجزاء الجسم، وده من خلال بروتين الهيموجلوبين اللي بيحتوي على خلايا الدم الحمراء. وكمان بناء الهرمونات زي هرمون الانسولين والهرمون النمو. وطبعا الهرمونات دي مهمة جدا للاعبي كمال الاجسام. وانت لما تخلي نسبة البروتين في الرينج الصح بتاعك، ده بيساعدك في تنظيم الهرمونات عندك، وكمان بالاخص في مراحل النمو والبلوغ، وبرضه تطور الخلايا عند الاطفال والحوامل. طيب انت مش عارف ايه مصادر البروتين اللي انت ممكن تاخدها؟ جميل، هقول لك على 15 نوع فيهم نسبة بروتين عالية. بس الاول هات ورقة وقلم عشان ما تنساش دول 15 مصدر بروتين. اول حاجه عندك البيض والفراخ واللحمه الحمراء والسمك والتونه والسردين والجمبري وكبده الفراخ والكبده البقري والرومي المدخن والحمص والترمس والفول والجبنه القريش والزبادي. دول 15 نوع من البروتين تقدر ان انت تاخد منهم احتياجك اليومي. طيب عرفت 15 نوع من البروتين، تاخد كام جرام بروتين عشان ما تضرش نفسك؟ كده اضر نفسي من البروتين؟ انت لو اخدت نسبه كبيره من البروتين عن اللي جسمك محتاجه هتحمل على الكبد بشكل كبير، وممكن تؤدي لمشاكل في الكبد. طيب احسبه ازاي؟ هقول لك اسهل طريقه ممكن تعملها عشان توصلك لاحتياجك اليومي، ولد او بنت. لو بنت هتضربي وزنك في 1.5. على سبيل المثال لو انت وزنك 60 كيلو هتضربي 60 في 1.5، يعني هتطلع ب 90 جرام بروتين يومي. يعني انت هتكوني محتاجة 90 جرام بروتين، ما ينفعش ان انت تزيدي عنهم ولا تقلي عنهم بكتير. لو ولد هتضرب في 1.5 وحد اقصى في 2. على سبيل المثال برضو لو انت وزنك 60 كيلو وضربته في 1.5 هيطلع 90 جرام بروتين. ده الاحتياج اليومي بتاعك. لو انت عايز تضربها في 2 فال60 في 2 هيكون 120 جرام بروتين يوميا. ما ينفعش تعدي النسبة دي عشان مع الوقت هتحمل على الكبد. طبعا لو استفدتوا من الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام والتيك توك. كل يوم بنزل تيبس ومعلومات جديدة عن التمرين والتغذية، هتستفادوا جدا. ولو في موضوع عاوزين اتكلم عنه ممكن تكتبوا دلوقتي في كومنت، او لو في حاجة ما فهمتوهاش في الفيديو ممكن اكتبوا كومنت واحاول ان انا اشرحه لكم في اقرب وقت في فيديو جديد. واشوفكم في الفيديو الجاي هتكلم عن بقية العناصر اللي جسمك بيحتاجها.